3 2 1 and action. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم، معاكم أحمد عاطف. أكيد من عنوان الفيديو عارفين إحنا هنتكلم في إيه النهاردة. هنكتب سكريبت فيلم قصير مع بعض من البداية لحد نهاية السكريبت، ومن الأول كده أنا معرفش الفيلم ده هيتكلم عن إيه خالص، معرفش فكرة الفيلم ولا أعرف قصته ولا أعرف مين الشخصيات ولا الجنرا بتاعته. فيلم رعب، هيكون فيلم كوميدي، وده هنعمله علشان أي حد واخد خطوة إن هو يكتب سكريبت حاسس إن هي فيها تفاصيل كتير ومعقدة والموضوع مستحيل، نجرب مع بعض وهوريكم الطريقة بتاعتي. وده مهم قوي إن أنا أقوله دلوقتي، إن اللي هنتكلم فيه في الحلقة هو طريقتي واسلوبي في الكتابه. يعني انا ما بقولش ان الطريقه اللي احنا هنشتغل بيها مع بعض دي هي الطريقه الصح او هي دي الطريقه اللي انت لازم تشتغل بيها. وهنبدا مع بعض من البدايه خالص، ان انا ما عنديش اي فكره فيلم. ايه هي الطرق اللي انا شخصيا بستخدمها علشان اطلع فكره فيلم جديد؟ اول حاجه، وهي يمكن تكون معاكسه شويه للي انا كنت لسه بقوله دلوقتي، وهو ان انا بكون كاتب افكار افلام كتير جدا موجوده في النوت على الموبايل بتاعي. طبعا الغرض من ان انا بقول لك النقطه دي اصلا وهو انك في اي وقت عادي جدا، مش لازم بتدور على فكره فيلم، بتجيلك افكار عاديه. ممكن تكون قاعد في مطعم وبتسمع اشخاص بيتكلموا، او في المواصلات، او قاعد بتدردش مع حد كبير في السن، فكل ده بيديلك افكار افلام كتير قوي. فاول حاجه تعملها، ما تقولش لا انا بس هوصل البيت، خلي فيه نوت على الموبايل، وفي ابلكيشنز كتير ممكن انت تحتفظ بيها على الموبايل، تقدر تفتحها على الكمبيوتر برضو، تكتب على طول الفكره اللي بتجيلك. خليني احكي لكم تجربه شخصيه بتحصل لي دايما، وطلعت منها باربع خمس افكار افلام. انا دايما شخص لما بنام بالنهار بيحصل لي، مش عايز اقول هلوسه، بس احلام غريبه اللي هي بتجيب حاجه من الشرق على حاجه من الغرب، على حد قديم من الذكريات، على حد جديد، على حد شفته في فيلم، فبيطلع لي بافكار غريبه جدا. فدايما الافكار دي بتلهمني ان انا اول ما بصحى على طول بكتب الفكره. وساعات بكون صاحي مش قادر اركز ان انا ممكن اكتب في نوت، فاللي انا بعمله ان انا بقوم فاتح الريكورد وبحكي اللي انا حلمته واللي انا بفكر فيه بقى، فبكمل في النوت خيالي او تفكيري بيكون مكمل او شغال، زي ما نقول انسيابيه في الافكار. فبفضل اكمل كلام، اكمل لحد ما بيجي شويه افكار كده لطيفه، وبعد كده وقت بقى ما اكون فايق بفرغ الريكورد ده واكتبه في نوت بشكل منظم. طبعا برضو ما بقولكش ان انت تنام بالنهار وتهلوس وكده، الغرض ان انت لازم اول ما يجيلك فكره فيلم تكتبها على طول، تعملها في ريكورد، تعمل اي حاجه بحيث ان انت توثقها، علشان في وقت ما هتحتاجها زي ما قلنا في الاول خالص تفتح النوت وتقلب تشوف فكره فيلم هتطورها بعد كده. طيب خلينا نقول ان انت حد ما عندكش بقى النوت اللي فيها شويه افكار لطيفه. ايه الحاجات اللي احنا هنعملها دلوقتي حالا مع بعض علشان نطلع افكار افلام؟ حاجه رقم واحد هي انك تتفرج على افلام للجنرا اللي انت حابب تعمل فيلم شبهها. يعني لو انت عايز تعمل فيلم رعب، اتفرج على فيلمين 3 رعب، فهيبداوا ان هم يلهموك بافكار مختلفه، هيدولك فكره جديده خالص. اتفرج على افلام كوميدي، فيلم في التاني في التالت، فهتبدا تخش جوه المود العام بتاع الكوميديا، وهتبدا ان انت ترتجل او تطلع فكره جديده وتبدا ان انت تطور. وخلينا نقول انا شخصيا لما بعمل كده بحاول اساعد عقلي او تفكيري ان هو يدخل في مرحله البدايه، ان عارف كأن انت عندك عجله كده بتبدا تحركها، فبتبقى اول حركه بتبقى صعبه شويه، فلما باجي اجيب فكره جديده فهو اوريدي بيبدا يكون نقدر نقول في نعومه في الافكار، او فلو او تدفق للافكار. فده الغرض لو انت هتتفرج على افلام عشان تطلع فكره جديده. وانا بنصحك تعمل ده لو انت اوريدي عندك فكره بس مش عارف تجيب اللي حوالين الفكره، او مش عارف تخش جوه مود الفكره. وطبعا زي ما انتم عارفين اكيد مش هنعمل كده دلوقتي، يعني مش هنجيب افلام ونقعد نتفرج عليها ونتكلم بقى في افكار جديده نطلعها من الافلام دي، لا مش هنعمل ده خالص. احنا هنعمل الخطوه الثانيه، وهي اننا هنبدا نفتح السوشيال ميديا. يعني انا عاده برضو لما بكون بقلب على التايم لاين بتلاقي قصص وحواديت كتير قوي ممكن ان انت يجيلك منها الهام، فهنبدا نقلب مع بعض كده ونشوف. يعني اول حاجه دلوقتي شفتها هو خبر بفضل الزلزال علماء يتوصلون لاكتشاف جديد في الماده الداخليه للب الارض. ايه فكره الفيلم اللي ممكن ناخده من خبر عادي جدا زي ده؟ يعني ممكن نقول ان الشخصيه او الكاركتر بتاعنا هو اللي هيكتشف الطبقه اللي موجوده في الارض دي، وهيكتشفها ازاي وفين وفي انهي مدينه. فاحنا هنا ممكن ناخد من الفكره دي ان هيكون عندنا عالم او استكشافي، شخص بيحب يدرس طبقات الارض، هيحصل زلزال في المدينه بتاعته، ولما يحصل الزلزال ده هيكون عنده اجهزه هو بيقيس بيها ترددات موجيه معينه، وهو هيكون ممكن ندخل شويه حته ان هو ممكن يكون تنبأ بالزلزال، ونضيف بعد كده ان هو في طبقه جديده في الارض محدش في العالم خالص يعرف عنها. طيب ممكن حد يقول لي ايه ده، بس الفكره دي انت بتتكلم بقى في فكره مكلفه انتاجيا جدا، انت يا احمد ازاي بتقول لنا ان انا ممكن اعمل ده شورت موف؟ لا، انت ممكن تعمل كل ده من جوه
الغرفه او الاوضه بتاعه العالم. يعني لو تخيلنا ان العالم ده قاعد قدام شاشه كمبيوتر في اوضه، بيحصل في الاول مجموعه تليفونات، او ان هو بيكون متوتر جدا وعايز يبلغ الناس ان انا حسيت ان هيكون في زلزال كمان كام ساعه، فهو الناس ما بتصدقوش او اللي بيتصلوا بيهم ما بيصدقوش، فبيبتدي يحصل الزلزال، فبيبتدي ان هو يحصل له الاكتشاف ده. ممكن نخلي كل حاجه في نفس الاوضه او في نفس البيت، فنقدر نقول ان احنا الشكل الانتاجي بتاعنا ده بيكون برضو طريقه من طرق تنفيذك، ان انت ممكن الفيلم ده يكون فيه مركبه بتدخل في باطن الارض وبتبدا استكشاف وحاجات انتاجيه ضخمه جدا، او ان انت بتقدر تعمل ده في اوضه زي ما قلنا قدام كمبيوتر في شقه واحده. طيب تعالوا نكمل وناخد افكار تانية من الاخبار اللي احنا ممكن نشوفها على التايم لاين. طبعا مش هناخد اول فكره تجيلنا كده على طول يعني. طبعا انا دايما لما بحاول ادور على افكار لافلام عن طريق السوشيال ميديا بحاول دايما اشوف الناس اللي هي بتتكلم عن مشاكلها الشخصيه، او لو عندها مشكله مع المجتمع او قضيه بيتكلموا فيها. الاخبار لو فيها مشكله، في اخبار فعلا واحد بيقراها اتعملت في فيلم ممكن يعني مفيش حد يصدقها، حدوته مشوقه جدا. فانا بقلب معاكم دلوقتي ونشوف ايه اللي ممكن نوصل له. نكمل. طيب دي صورة حلوة جدا، صورة لمصورة اسمها رحمة عماد. الصورة دي جميلة جدا وفيها تفاصيل حلوة قوي. فتعالوا نتخيل ايه الحدوتة. يعني انا اول ما ببص دايما لصورة بتديني فكرة، بتديني حدوتة، ودايما الصوره حلوه اصلا بتديك حدوته. ادتني الصوره دي شويه افكار، منها ان الست دي عايشه وحيده مربيه القط بتاعها. القط ده شكله كبير في السن شويتين، فاحنا عندنا هنا الحدوته ممكن تروح. تعالوا نقفل ده كده. ان الست دي ليه عايشه لوحدها، فهنبدا نقول ان هي عايشه لوحدها عشان اولادها كلهم سافروا بره. طيب القط ده كان هديه من ابنها اللي سافر، وكان هو اللي جايب القط ده صغنون جدا، بس هو ما اهتمش بيه فسابه لها بعد ما سافر. فالقط ده بقى له معاها مثلا نفترض نقول 7-8 سنين، فبقى في عشره بينهم هما الاثنين. طيب الفيلم بتاعنا هيتكلم عن ايه؟ الفيلم بتاعنا ممكن يكون هيتكلم عن اليوم اللي هيموت فيه القط ده. القط ده هو الحاجة الوحيدة اللي عايشة مع الست دي وبتونسها. هياكل حاجة غلط، هيتعب، هينط من البلكونة فهيحصل له مشكلة ما، حاجة أشبه بكده. فانا بقيت عارف من الصوره دي ان انا ممكن اروح اكتب فيلم دلوقتي بيتكلم عن ست كبيره قاعده لوحدها بتربي قط. القط ده هيموت، فاحنا هنشوف تاثير ده على الست وهنربطه بكل بقى الاوجاع اللي هي كان القط ده مصبرها عليه. ان هي القط ده مصبرها مثلا على فراق ابنها، مصبرها على وحدتها وقرايبها اللي مش بتشوفهم، فكره ان هي بتخدم كائن صغنون قط، فهو ده محسسها ان هي لسه صغيره. هنطلع بقى كل الاحاسيس دي عن طريق القط. طبعا تحس الموضوع لاف شويه، لكن هو ليه استراتيجيه في الكتابه علشان نطلع كل المشاعر دي. بس من الاخر احنا خدنا من الصوره الفكره بتاعتها. طيب تعالوا نكمل برضو عشان ما يبقاش خدنا تاني فكره قابلتنا على طول. فده كده عندنا فكرتين. نكمل برضو صوره معبره جدا. راجل كبير بيعدل الجرافطه لابنه، واضح بقى ان ابنه يا اما رايح يتقدم لعروسه او ان هو رايح يقدم على شغل، بس اعتقد الصوره دي عشان يعني متاخده بالليل فمتهيألي رايح يتقدم لعروسه او حاجه شبه كده. واضح ان هما الاثنين هيركبوا قطر وفي حدوته هتحصل في القطر، فهنا ده اداني فكره. طيب تعالوا نركن الموبايل على جنب كده. برضو الاب اللي مسافر مع ابنه ومتشيكين جدا عشان رايح يخطب لابنه البنت الفلانيه اللي في مدينه معينه، فهيركبوا قطر علشان القطر ده افضل وسيله ليهم واوفر حاجه ليهم، لان هم متوسطين الحال فيما تحت او فقراء الحال نقدر نقول. يعني نخلي برضو الموضوع صعب شويه. هنشوف الاب هيحكي ايه لابنه خلال الرحله دي. القطر احنا بنتكلم في 3 ساعات، 3 ساعات هيكونوا هما الاثنين جوه القطر. وايه المشاكل اللي عند الولد؟ يعني هل البنت دي غنيه مثلا وهم فقراء؟ طب هل الاب موافق على العروسه دي ولا مش موافق؟ طيب هما ليه رايحين هما الاثنين بس؟ يعني هو ليه الولد وابوه بس؟ فين امه؟ ليه مش معاه؟ ولا هل هو يتيم الام علشان كده ابوه هو اللي هيروح معاه بس وملوش اخوات تانيين؟ طب من الحاجات اللي انا برتجل فيها معاكم دلوقتي جات لي فكره ان فكره الفيلم بتاعنا تكون عن الابوه، وده اول شعور حسيته اول ما شفت الصوره. وتعالوا ندخل سن التضحيه شويه من الاب لابنه، ان هو باع البيت اللي هو كان وارثه عن ابوه علشان يقدر ان هو يروح مع ابنه وان هو يجوزه البنت. وطبعا الاب مش هيبقى معرف الابن، لكن الابن هيعرف خلال الرحله دي. طيب تعالوا نعقد الموضوع اكتر واكتر، ان احنا هنخلي الاب الشنطه اللي احنا
شفناها في الصوره جنبهم دي، الشنطه دي هنفترض ان هي كان موجود فيها الفلوس، الاب باع البيت بيها وكان جايب الفلوس دي معاه يديها لابنه، عايز بقى تجيب بيها شبكه العروس، شقه او هديه غاليه، لكن هتتسرق منه في القطر. ودي هيكون المشكله اللي هتحصل، وحواليها هيكون في الاعترافات اللي الاب هيقولها لابنه، فيبتدي الابن وجهه نظره تتغير في الموضوع او يكتشف حاجه هو ما كانش مكتشف. طبعا في حد ممكن يقول لي يا ابو حميد احنا بنتكلم في افكار افلام تتنفذ لو بادجت، وانت بتكلمني في قطر عايز تصور فيه ومحطه قطر ومش عارف. خلينا نقول ان طريقه التنفيذ بتاعتك، يعني زي ما قلنا في الفكره الاولى، احنا برضو ممكن نعمل هنا نفس الكلام بالظبط، ان احنا ممكن نخلي الفيلم كله على رصيف القطر. يعني القطر هيفوتهم وهيكونوا في وقت بالليل متاخر، كهرباء هتقطع في محطه القطر، هيطلع حد يثبتهم وياخد الفلوس، هيبتدي يحصل مشكله في المحطه دي، فهيبتدوا يجروا ناحيه قضبان القطر او في ناحيه صحراء او في ناحيه اراضي زراعيه، فيبتدي يحصل لهم مشكله كبيره. فده كله انتاجيا اكيد هيكون اسهل لو انت هتقولي انا هاجر قطر. فطريقه التنفيذ عامله ازاي، ده برضو جزء من الاجزاء اللي احنا ممكن نتكلم فيها واحنا بنكتب قصه الفيلم بتاعنا. طبعا انا لو قعدت اكمل كده هنطلع افكار افلام كتير قوي، يعني طول ما انا ماشي كده هلاقي فيه مشكله. يعني عندي مشكله مثلا دلوقتي اسعار الدواجن واللحوم فيها مشكله والاسعار غليت، فممكن يكون عندي فكره فيلم بتتكلم عن الافيه اللي كان طالع في التلفزيون المصري، ان الناس ممكن ياكلوا رجول دجاج علشان الاسعار غليت. فممكن فعلا اخد قصه دراميه جدا بتتكلم عن ام بتجيب رجول الدجاج لاولادها الصغيرين علشان ما بتقدرش توفر لهم مش عارف ايه، فممكن اروح في الواي ده. انا ممكن اجيب افكار عن طريق ايه تاني، عن طريق التلفزيون. انا لو فتحت دلوقتي اي قناه اخباريه دايما بتلاقي فيه قصص دراميه، لو فتحت اي قناه تلفزيون هتلاقي في حواديت كتير، او برامج التوك شو بتلاقي في حد مستضيف حد عنده مشكله جامده قوي، فانت بتلاقي الشخص ده بيتكلم بقى بيحكي مشكلته هو الشخصيه، او بتلاقي في حد مميز جدا في رياضه معينه وطالع بيكرموه، انت ممكن يكون هي دي الفكره او الالهام بتاعك ان انت تتكلم عن الرياضه دي. طيب ايه تاني غير الموبايل والتلفزيون؟ الناس، يعني ممكن تركب اي وسيله مواصلات ومجرد بس ان انت هتسمع الناس بتتكلم في ايه، هتلاقي في ست كبيره بتتكلم مع حد تاني بتحكي له عن قصه جارتها اللي عملت مش عارف ايه فحصل كذا بتحكي دراما. بتلاقي في شاب بيتكلم في التليفون بيتخانق في التليفون علشان هو عنده مشكله مع خطيبته، ان هو ميعاد جوازه قرب وعنده مشكله في كذا كذا وحصل له مش عارف ايه من مديره في الشغل. تلاقي السواق نفسه عنده مشاكل وبيتكلم في التليفون مش عارف مع مين. اهلك لو انت قعدت واتكلمت مع والدك او والدتك او اي حد من الناس الكبيره الموجوده عندك، قعدت دردشت معاهم شويه، هتلاقي فيه قصص افلام بتطلع انت ما تتخيلهاش خالص. يعني قصه من القصص اللي انا سمعتها من حد وكتبتها في النوت عندي على الموبايل، ان هو كان في شخص شغال في مستشفى ما، وهو شغال في المستشفى دي فحصل ان هو حصلت حاله ولاده، الطفل ده مره واحده اهله ما بقوش موجودين وبقى وحيد فتربى داخل المستشفى. فدي حدوته حصلت حقيقيه وبتتحكي لي. فتخيل لو الحدوته دي اتحولت الى فيلم، الفيلم ده هيكون شكله عامل ازاي وانسانيا هيكون شكله عامل ازاي. طبعا انا حرقت الفكره لما انا شاركتها معاكم دلوقتي، بس عادي ممكن اي حد ينفذها لان الفكره فعليا فيها مشاعر كتير قوي ممكن تطلع وفيها حاجات كتير قوي ممكن تتحكي. متهيألي مفيش اسهل من ان انت تدور على الافكار، او متهيألي الطريقه اللي انا بشتغل بيها دي او الورك فلو بتاعتي دي يمكن تكون تنفع معاك او ما تنفعش. اكيد هتلاقي في فكره فيلم تقدر ان انت تحولها الى قصه وتعملها شورت موفي او تعملها فيلم روائي طويل. طيب حان وقت الاختيار، انا هختار انهي فكره فيلم من الثلاث افكار اللي احنا جبناهم. انا بالنسبه لي حابب قوي فكره الفيلم اللي بيتكلم عن ست كبيره وعندها القط بتاعها اللي احنا هنكون موجودين معاها فيه كمشاهدين وهيموت وهنشوف تاثيره عليها ايه. حاسس ان في مشاعر كتير ممكن تتحكي، والصوره كمان الفوتوغرافيه كانت موصله مشاعر واحاسيس كتير تقدر ان هي تديني الهام كبير قوي. فتعالوا بقى نخش في المرحله اللي بعدها بعد ما اخترنا فكره الفيلم. تعالوا نطور الفكره دي ونحولها الى قصه، وبكده يكون تمت المهمة بنجاح. ولازم تكون مؤمن بنفسك ومؤمن ان انت طول ما انت عندك خيال فانت على الطريق الصح ان انت تقدر تحول ده الى ورق مكتوب، وبعد كده تقدر تحوله الى صورة. واخيرا لو عجبتك الحلقة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان تشوف الحلقات الجاية ومفيش حاجة تفوتك، ولو انت استفدت بمعلومة يا ريت تدعي لي دعوة حلوة. واخيرا اشوفكم الحلقة الجاية.